مرتبات المذيعين. يلا بينا نعرف المذيعين بياخدوا كام. طبعا الايام اللي فاتت في ناس كتير جدا لما بتشوف حد بقى مذيع او اشتغل في تلفزيون او في قناة، طبعا يعني بيشوفوا ان حاجة كبيرة او حاجة زي كده مش اي حد بيوصل لها، ولكن اي حد ممكن يطلع ويوصل لاي حلم هو عايزه مادام حاطط الحلم ده في دماغه ويبدأ ياخد بالاسباب. وطبعا ده بيبقى توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم النهاردة عن نوعين من المذيعين: في مذيع بأجر ثابت ومذيع بأجر متغير. تمام. طبعا في فضول كتير جدا، الناس ده اكيد هتشوف الفيديو عشان يعرفوا المذيعين بياخدوا كام بالظبط، مرتباتهم قد ايه. طيب، في الحقيقة المذيعين، هنتكلم عن النوع الاولاني، النوع اللي هو بياخد اجر ثابت، بيبقى اجر معلوم من القناة بتدي اجر معين للمذيع دوت. والمذيع ممكن بيبقى فيه بند من بنود العقد بتقول ان كل ما هيجي اعلانات او رعاة رسميين، ان المذيع ده هيبقى ليه نسبة من الاعلانات والرعاة الرسميين اللي هيجوا للبرنامج مش للقناة. عايزين نفرق بين حاجتين اتنين: ان في رعاة واعلانات بيجوا للقناة ذات نفسها، وفي رعاة رسميين وفي اعلانات بتيجي للبرنامج ذات نفسه. يعني ده حاجة وده حاجة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزء الاولاني، ان المرتب بيبقى ثابت باجر معلوم باتفاق ما بين القناه وما بين المذيع، وبعد كده بيجي اعلانات للبرنامج وبيجي رعاة رسميين للبرنامج بس مش للقناه. المذيع ده بيبقى ليه نسبه من الاعلانات ديت او من الاجر ده. طيب، في الحاله ديت ممكن على حسب قوه المشاهده ونسبه تاثير المذيع في الناس. كل ما كان المذيع عنده نسبة مشاهدة عالية جدا، وعنده نسبة مشاهدة تتخطى اللي هي النسب العادية. وكمان في نفس الوقت مش موضوع نسبة مشاهدة بس، الموضوع كمان ان هو يبقى مؤثر في الناس. طول ما هو كان مؤثر في الناس ونسبة مشاهدته عالية، طول ما كان مرتبه وأجره هيبقى عالي جدا. يعني ممكن المذيع يوصل أجره مينيمم ده هنقول أقل حاجة، بعد كده نقول سقفها أو كده لأن هي ملهاش سقف، بس هنقول أقل حاجة. ممكن أقل حاجة مذيع ياخد 10-15 ألف. ده كده بنقول مذيع مثلا نسبة مشاهدته يعني بنقول متشاف أو ليه نسبة معينة من المشاهدة أو ليه نسبة معينة من التأثير. ده كده بالنسبة لحتة الأجر الثابت. نيجي بقى للجزئية بتاعة الإعلانات. هو بيبقى ليه جزء من الإعلانات اللي بتدفع تمنها للبرنامج. يعني مثلا واحد جاي عايز يعمل إعلان، بيدفع مثلا 100,000 جنيه. ال100,000 جنيه دول في جزء بيروح للقناة وجزء بيروح للمذيع. فبالتالي تلاقي المذيع مثلا مرتبه كان بنقول مثلا 15، ممكن ياخد نسبة مثلا 20%، فبقى مثلا معاه 20,000 ومعاه 15، يعني الاتنين مع بعض وصلوا مثلا مبلغ 35,000. ده بنتكلم على بند واحد أو أجر ثابت للمذيع. يعني هنا بنتكلم في المذيع الأولاني اللي هو بياخد أجر ثابت. المذيع ده بيكون أجره معروف ومعلوم، وبيبدأ يزيد مع زيادة الإعلانات والرعاة الرسميين. طيب، في نوع تاني أو نوع آخر من المذيعين، ده ما بياخدش أجر ثابت خالص، ولكن يتقاضى نسبة من الفلوس اللي داخلة للقناة. هتقولي طب بيتقاضى نسبة إزاي؟ هقولك دلوقتي. المذيع دلوقتي عمل برنامج. البرنامج ده بيستضيف بعض من الضيوف، وهنا بنفرق بين 3 أنواع من الضيوف. في 3 أنواع من الضيوف، الكلام اللي أنا بقوله ده محدش هقوله لكم. الضيف الأولاني أو النوع الأولاني، الضيف ده بيبقى ضيف عادي خالص. هو محتاج يتكلم عن شغله، محتاج إن هو يتشاف بطريقة معينة، محتاج إن هو يعمل زي نوع من الدعاية والإعلان لشغله عن طريق التلفزيون أو ما إلى ذلك. فبيبدأ إن هو يختار برنامج معين عشان يظهر فيه. فبالتالي الضيف ده بيكون ضيف اسمه بيبقى دافع أجر. تمام. يبقى ضيف مش يعني مدفوع له، او هو بيدفع الاجر مش مدفوع له الاجر. تمام. يعني ضيف بيدفع اجر عشان يظهر بطريقه معينه، وده اللي شغال عليه 95% من البرامج. 95% من البرامج شغاله على الضيف ده. تمام. ده بالنسبه للضيف اللي هو بيدفع عشان يظهر مع مذيع ليه اجر متغير. فبالتالي المذيع ده بياخد اجر معين من الضيف، وبقيه المبلغ بيتورد للقناه. تمام. نوع تاني من الضيوف، ضيف مشهور جدا معروف،
احنا كل ده بنتكلم مع بند اللي هو التاني، اللي هو المذيع اللي هو معلوش اجر ثابت. تمام. الضيف ده بيجي مع المذيع ده، تمام، اللي هو الضيف المشهور او المعروف، عشان يعلي حاجه اسمها نسبه المشاهده. بس الضيف ده لا بيتقاضى اجر ولا بياخد اجر خالص من القناه ولا البرنامج. تمام. يعني لا بيدفع ولا بيدفع له فلوس. يعني الضيف ده طلع مشهور، حد بلوجر، حد مثلا لعيب كوره، حد ليه نسبه مشاهده عاليه، ليه تاثير معين، طلع ترند في فتره معينه، ما بياخدش فلوس خالص، ولا القناه تديله فلوس ولا البرنامج، ولا هو بيدفع فلوس. طيب انت مين اللي هيتحمل تكلفه الانتاج؟ الاعلانات بقى والرعاة الرسميين. ده تاني نوع من الضيوف. تالت نوع من الضيوف وده النوع الأخير، بيجي مثلا حد مشهور جدا زي نقول مثلا كريم عبد العزيز، محمد رمضان، بعض المشاهير الكبار جدا في المجال بتاعهم، أو حد مشهور في مجاله. ده عشان تجيبه أصلا البرنامج وتستقطبه وتعمل معاه لقاء لازم بتدفع له فلوس عشان يظهر. والضيف ده هو اللي شغال عليه 1% من البرامج. يعني 95% شغال على الضيف، 95% من البرامج شغالين على الضيف اللي هو بيدفع عشان يظهر، و4% من البرامج شغالة على الضيف اللي هو لا بيدفع ولا بيدفع له عشان يعلوا نسبة المشاهدة والريتش والكلام ده. آخر نوع من الضيوف اللي قلنا عليه اللي هو الضيف اللي هو لا بيدفع حاجة بس بياخد أجر كبير جدا، ده عشان يعلي أو يشهر نسبة المشاهدة، وبيبدأ الحلقات دي يتنوع عنها قبلها بمدة كبيرة، قبلها بشهر، قبلها بشهر ونص، عشان البرنامج يجيله إعلانات رعاة رسميين للحلقة دي بس. وبالتالي اللي بيغطي تكلفة الحلقة وتكلفة أجر المذيع هو الإعلانات والرعاة الرسميين اللي هيجوا للحلقة دي بس. تمام. يعني كده اتكلمنا عن 3 أنواع للضيوف اللي بيظهروا مع مين؟ بيظهروا مع المذيع اللي هو أجره مش ثابت، مش كاتب عقد كده بأجر ثابت مع القناة، لا هو ليه نسب معينة بياخدها من الفلوس اللي داخلة. ويمكن يكون نوعية المذيع دوت بيبقى فيها ريسك كبير للمذيع، ان هو ممكن ما يجيلوش مبالغ كويسة طول الشهر، وممكن يجيله ملايين طول الشهر. لو هنتكلم عن بعض الناس المشاهير اللي بتطلع على مثلا بعض القنوات المشهورة، طبعا انتوا عارفين يعني المذيع رقم 1 في مصر بدون ذكر أسامي، الناس دي بتاخد في الشهر فيما لا يقل عن 15 و20 مليون جنيه في الشهر الواحد. طبعا محدش هيصدقني، ولكن ده واقع، ده بيحصل من الإعلانات والرعاة الرسميين. بيطلع مبالغ مهولة مهولة لهذا المذيع. المذيع ده بيكون مليونير قاعد على كرسي بيتكلم، مش مذيع عادي. فطبعا ده كله رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا في يوم من الايام ونبقى زي الناس ديت. ولكن خلي بالكم ان كتير جدا من المذيعين، وده النسبة الكبيرة جدا، نقول 99% من المذيعين اللي شغالين في معظم القنوات أجرهم مش كبير ولا حاجة، ولكن الأجور الكبيرة مقتصرة على تقريبا 1 أو 2% من المذيعين المشهورين جدا الكبار اللي بقالهم سنين في مجالهم، بقالهم عقود، بقالهم أكتر من 20-25 سنة في المجال. فبالتالي المذيعين دول بقى ليهم تأثير وليهم أجر كبير وأجر ثابت، أو ليهم أجر متغير، ولكن بيتحصلوا في آخر الشهر على ملايين. فطبعا ربنا يعني الحمد لله ان احنا مش منهم، ان احنا ربنا يسألنا عن كل جنيه بيدخل لنا صرفناه فين، دخل لنا ازاي، هنعمل بيه ايه. كل جنيه هيخش لك هتتحاسب عنه، لان الحمد لله يعني ربنا ما بيسيبش الدنيا كده، لا ربنا طبعا حاكمنا بقواعد معينة. في حتة من أين لك هذا، في حتة جبت فلوسك ازاي، صرفتها في ايه، كل ده هنتسأل عنه. فالحمد لله دائما وأبدا احنا مش بنبص في رزق حد، احنا بس بننوه عن حتة أجور المذيعين، عشان كذا حد سألني عن الموضوع ده. وموضوع مش سهل خالص، موضوع صعب. المجال ان انت تبقى مذيع ده حاجة صعبة جدا، والاصعب فيه الاستمرارية. مش ان انت ممكن تعمل حلقة وخلاص، لا انت ممكن تعمل حلقة وخلاص، من بكرة اللي عايز يعمل اي حلقة يتواصل معايا وانا هخليه يطلع يبقى مذيع، ونعلمه وندربه ويجتاز الاختبارات والكلام ده كله. ده سهل، بس الاستمرارية هي الحاجة الصعبة في موضوع الاعلام او موضوع الاذاعة والتلفزيون. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.